عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا، اسطوره نادي الزمالك، اسطوره الكره المصريه، احد افضل المواهب اللي جت في تاريخ افريقيا، اللي ممكن اقعد اطبل له من هنا لحد 200 سنه مش هزهق. انت مقصر في حق نادي الزمالك يا شيكابالا، مقصر في حق نادي الزمالك بشكل كبير جدا. انت راجل الكابتن الاول للفريق، انت راجل مفهمني انك من التالتة يمين، انت راجل مفهمني انك قبل الجماهير، وانت فعلا من الجماهير. عايز اشوف لك رد فعل كده مع لعيب بتزعق، بتشتم، بتعمل فيها حسام غالي من الاخر. امبارح جمهور الاهلي في بدايه الاحماءات ما جابش سيرتك، جمهور الاهلي لم يتلفظ اي لفظ ضد شيكابالا لحد ما شيكابالا خد بعضه وراح عند النص الثاني من الملعب المفروض بيتمرن فيه لعيبه النادي الاهلي، راح يتمرن قدام جمهور النادي الاهلي. ليه؟ محدش يعرف. لحد ما جمهور الاهلي شتم شيكابالا وقال له العبيط اهو، فشيكابالا راح واخد بعضه وراجع عند جمهور نادي الزمالك اللي هو هاتولي حقي من الناس دي. فنروح شاتمين شيكابالا يقول لكم هي هي ام ابوكوا كلكم هي، ويروح جاي لنا وعامل لنا كده، فاحنا نسخن ونشتم اكتر. طب شيكابالا يقول لكم هي هي ام ابوكوا كلكم. في 30-40 ثانيه المدرجين بقى يشتموا في بعض بسبب مين؟ كابتن وقائد نادي الزمالك، اللي ما يعرفش طبعا ان هو لو سخن هناك في حساسيه. اسال نفسك كده يا زملكاوي قبل ما تضحك على نفسك، لو انت في مدرجك وبصيت لقيت كهربا بيسخن تحتيك على طول، ما انت في بينك وبين كهربا حساسيه، هتسيبه؟ والله لا تتشعوط. كهربا بيسخن عندي؟ طب امك يا كهربا جاي تستفزني؟ يا جماعه جمهور المدرج غير جمهور البيت. جمهور المدرج حساس جدا، اول ما بيشوف اي موقف بيتفاعل. فشيكابالا طبعا عشان هو قائد، بدل ما يركز في فرقته والتلاتة بونت ويرجع للدوري يفرح جمهوره، لا، لازم انزل استفز جمهور الاهلي فيشتمني، فجمهور الزمالك يرد فيشتمهم. خلى مدرجين يشتموا بعض في خلال 30-40 ثانية. ليه؟ عشان دي عقلية عالية، عقلية من 15 سنة، عقلية ناشئ، عقلية بترجع لورا 36 سنة 37 سنة. بدل ما ينضج ويركز في حاجات معينة بيركز في حاجات تانية. عشان تعرف بس احنا واصلين لحد فين. زملكاوي اللي بيقول الكلام ده اتفقنا هنقول الصراحة ونصارح بعضينا، والغلط نقول عليه غلط والحلو نقول عليه حلو. لو عايزين نصلح، عايزين نضحك على بعض، يبقى ندروش بقى ونعيش في كوكب تاني ونستاهل اللي بيجرى لنا. انا زملكاوي ممكن يحصل لي حاجه بسبب الزمالك، احسن تفكر ان انا بقول عشان جمهور الاهلي سقف لي الله الواد ده بيقول الحق. انت مش متخيل انا ممكن يحصل فيا ايه بسبب الزمالك. فانا بقول لك الموقف اللي حصل، وحكم عقلك، حكم عقلك. تصرفات كابتن وقائد لنادي الزمالك ولا تصرفات ناشئ ما تطلعش من لاعب 22 سنه 21 سنه. والجمهور اللي بيضحك عليه في الاخر خلى جمهورين يشتموا بعض في 30-40 ثانية. يعني شال ذنب جمهورين شتموا بعض في حركة ملهاش لازمة. لو هتتكلم اخلاقيا ما ينفعش، رياضيا ما ينفعش، دينيا ما ينفعش، كابتن وقائد ما، كل حاجه ما تنفعش. محمود عبد الرازق شيكابالا احنا بنحبك وبنحترمك، ما تخلينيش اتقفل منك في اخر ايامك. انت مهما كنت غالي عند الزملكاويه مش هتكون اغلى من مصلحه الزمالك. المره دي انت غلطان وتستاهل ان احنا نقول عليك غلطان، مقصر في حق نفسك وفي حق الزمالك، وبتتامر مع كام لاعب عشان تمشي المدرب. ارجوك يا كابتن شيكابالا تخلي عندك دم وتحس بالناس اللي بتنام في المدرج دي، عشان خاطر عز ما لعيب محترف مش مصري ومش كابتن الاهلي ومش من ابناء الاهلي، بيلم لعيبته وبيديها تعليمات بروح القائد عشان خاطر يعدوا الماتش. كابتن فريقنا احنا اللي محتاجين منه يخلي اللعيبه تثق في نفسها، عمال يتخانق مع الجمهور وفي اقل من دقيقه خلى الاستاد كله شتم بعض. يا عم انت بقالك 8000 سنه بتلعب كوره وموهبه ما فيهاش كلام، زي ما بتنمي موهبتك دي نمي مخك شويه واكبر. زي ما قلت لك في الاول مهما كنا بنحبك مش هنحبك اكتر من زمان. شفت التسخين كان طبيعي جدا قبل بدايه المباراه. لعيبه النادي الاهلي بيسخنوا في نص ملعبهم ولعيبه الزمالك بيسخنوا في نص ملعبهم، ومفيش اي هتافات معاديه ضد اي لاعب. وفجاه يتجه شيكابالا للتسخين في نص ملعب النادي الاهلي اللي بيسخن فيه لاعبو النادي الاهلي، ويروح يقترب من منطقه ال 18 ويسخن. فبدا جمهور النادي الاهلي يبقى فيه شتيمه، ما انت جاي تسخن في نص ملعبي، عشان يقوم جمهور الزمالك يرد على جمهور الاهلي. تخيل ازمه بيفتعلها كابتن فرقتي، كابتن فرقتي اللي بكررها تاني وتالت ورابع في عينينا كزملكاويه هو اسطوره الفرقه. ما كانش ليها اي لازمه وما كانش ليها اي داعي، والموضوع بقى سخيف وبقى دمه تقيل. انا بلعب بسخن
اسخن في نص ملعبي مع زمايلي. ايه اللي يوديني نص ملعب الاهلي؟ عشان تبدا جماهير الاهلي تشتمني، فيقوم جمهور الزمالك يشتم جمهور الاهلي، وكل ده بسبب لاعب. اقول لك على حاجه، خليك اقدم خلق الله زي عبد شافي، بس هات لي بطولات، اكسب لي الاهلي، انزل هات جون في الاهلي مره ونكسب. طبعا اللي انا بقوله ده في ناس كتير جدا بتقوله، بس عشان انا قلته هيوجعهم، عشان انا اللي قلته بس. لكن هم من جواهم اقسم بالذي خلق السماء بلا عمد عارفين انه فعل ما كانش لازم يتعمل، عارفين انها لقطه ما كانتش ليها لازمه تتعمل. بس ازاي ده يقول كده؟ لا ما تقولش كده. المفروض انا كابتن فرقه، الم الدنيا، اركز مع لاعيبتي، مش اركز في ان انزل اسخن في نص ملعب الاهلي. الم لاعيبتي، هنكسب يا رجاله، بدل ما احنا نازلين مش قادرين نشيل رجلنا من على الارض، مش قادرين نشيل رجلنا من على الارض. قبل الماتش خرجت لعيبتي من تركيزها. ليه؟ والله ما ليها لازمه، والله الواحد بيقول الكلام ده وهو مش طايق نفسه. 2005 ترحب بكم، لنا الله.